ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. شم النسيم قرب. طبعا شم النسيم يعني فسيخ ورنجة وسردين وكل الموالح. هوريكم ازاي مع بعض نختار البوري الاصلي مش طباع، وازاي مع بعض هنخلله بطريقة سهلة جدا وبسيطة وهتطلع معاكي ناجحة من اول مرة. وزي ما انتم شايفين كده انا بوريكم ازاي تختاري السمكة. تحطي الثلاث صوابع دولت على راس السمكة لو جم على قدها، ومبططة كده ومكببة في بعضها. ده البور الاصلي. الطبور بتبقى راسه مسحوبة شوية لقدام ورفيعة، انما البوري مبططة. وثلاث صوابع دولت على قد راسه. طبعا زي ما انتم شايفين كده بيبقى بيلمع وعينه بتلمع. ده الصابح، اهم حاجة تجيبيه صابح وطازة. تمسكي تغسلي خياشيمه وتغسلي جسمه من بره من غير ما تشيلي القشرة بتاعتها خالص. وبعد كده بتبدأي بمنديل تنشفيه كده بسيط، وبرضو تحطي مناديل في خياشيمه و... وتسيبيه لمدة ساعتين 3 ساعات على حسب الجو عندك ايه. بس ما تسيبوش لتاني يوم عشان ما يعملش ريحة مش حلوة او يعفن او ينفخ. انا بحبش اعمله كده بصراحة. في ناس بتسيبه بس انا بحبش اسيبه. اهم حاجة عشان يطلع ملحم معاكي وحلو، تختاري الكيلو سمكتين، يعني من 400 جرام ل 500 جرام، يعني كيلو سمكتين. وكمان ما يكونش القشر عشان تعرفي هو بايت ولا مش بايت. عينه بتبقى بتلمع، وكمان القشرة بتاعته مش بتتشال بسهولة، لازقة في الجلد بتاعه. طبعا ده كده بعد ما سبته نشف زي ما انتم شايفين كده نشف خالص معايا، واتاكدت ان هو نشف. شلت المنديل من الخياشيم اللي انا كنت سايباها فيها، وبرضو قلت اتاكد ان مفيش سوائل. وبعد كده هبتدي بقى احشي. هوريكم. انا ما بحبش ولا احط شطه ولا احط كركم ولا احط حاجه خالص، وبعمله بملح خشن. ده الاصلي. انا ما بحبش احط له شطه ولا كركم بصراحه. في ناس تانية بتحب تحط له شطه وكركم وزيت، لا خالص. كده بعد ما نشفته هبتدي بقى ان انا اتك على السمكه، اعمل لها مساج كده عشان افصل الجسم عن السله اللي جوه اللحم عشان يبقى طري. هبتدي بقى ان انا احشي خياشيمه كده كويس والجسم بتاعه من بره. وعلامات الدم ده تدل برضو ان هو صابح. دي مش بتبقى يعني، دي في الجلد نفسه، ما تخافيش منها. هبتدي بقى كده اجيب العلبة بتاعتي احط فيها الكيس وارش رشة كده بسيطة من الملح الخشن تحت. وهبتدي اعمل معاكم السمكة التانية زي ما انتم شايفين كده. بس اتأكدي ان هو صابح. البوري ما بتحطش في التلاجة، اللي هو يتخلل ما بتحطش في التلاجة، ولا بيبقى عليه ملح عشان ولا بيبقى عليه تلج. متحطش في فريزر، لان لو اتحط كده هو هينشف في التخليل، هينشف. عشان تاخدي نتيجة كويسة يبقى صابح، وتأكدي ان هو البوري الاصلي مش طبور. وعشان برضو تعرفي تاخدي منه لحم، زي ما قلتلك واكدت اكد عليكي تاني ان السمكة تبقى في حدود من 400 ل 500 جرام اقل وزن يعني. هبتدي بقى اعمله مساج برضو تاني واحشي الخياشيم. وهلفه معاكم برضو بطريقة حلوة وسهلة. ممكن تحطي برضو رشة كده من فوق بسيطة ملح خشن لو انتي حابة. هبتدي بقى الف في كذا كيسة، وبعد كده ورقة استرتش. ما عندكيش ورقة استرتش مفيش اي مشكلة. اخر كيسة دي فضي منها الهواء كويس وفليه حلو، فليها حلو. وتبدأي بعد كده تحطيه في عندك في برطمان برطمان مخصص، او اللي هو علبة مخصصة ليه، عشان بعد كده بتبقى ريحة الفسيخ لازقة فيها. وكمان لو مش حابة او ما عندكيش علبة مناسبة، ممكن تلفيه بورقة فويل
وتحطيه في صينيه عندك على الرخامه، بس تحطي له تقل كده زي مثلا ايه غطا حله، حاجه زي كده يعني. وتبدأي بقى وتسيبيه لمدة 10 أيام. في الصيف 10 أيام. في الشتاء من 12 ل15 يوم على حسب حجمه. وهفتحه معاكم. انا كده خللته طريقة تخليله، وهوريهولكوا في فيديو تاني نتيجة التخليل بتاعتنا هتبقى عاملة ازاي. انا حطيته في علبة وسبته على الرخامة. انا ما بحطوش ولا في الفرن ولا في اي حاجة، هو الجو حر اصلا. هبتدي بقى كده زي ما انتم شايفين، قفلته وحطيته في العلبة. يا رب تعجبكم وتجربوها. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.